المباراة الأخيرة يعني كنا نأسف إنه ما كنا نستحق أبدا إن إحنا نهزم في رأيي. شفت المباراة أكثر من مرة. الشوط الأول أضعنا مبسطين المحقق. كنت تتفرج ما كان في أي خطورة من الفريق الإيراني. ما كان مثلا في ضغط طول المباراة. مثلا مباراة الاستقلال اللي قبل السنة اللي فاتت بالرغم إننا فزنا كان خطرين الاستقلال. للأسف الأهداف جت من غلطات فردية مننا وهذا يحصل في كرة القدم. الأرضية أعتقد أيضا ما ساعدت لاعبتنا إنهم يقدمون الكرة اللي يلعبونها على الأرض، ولكن مع ذلك كنا احنا أفضل وضيعنا فرص مثل ما لا نستحق الهزيمة أبدا، ولكن ينبغي أن نتصرف أمام أمر واقع أن احنا ضيعنا 5 نقاط من مباريتين. أحب أذكر أن احنا في مرات سابقة كنا حصدنا 3 نقاط من 3 مباريات ومع ذلك تأهلنا. الفرصة لا زالت موجودة خصوصا بعد تعادل الأهلي والسد. هذا شغلنا الشاغل الآن احنا، هو ما يشغل الإدارة وقاعد ياخذ منها عمل كبير وجهد كبير. هذه الأشياء طبعا ما يبان كواليسها وش بالإعلان يعني، ولكن إن شاء الله أخبار تكون جيدة. في نهاية الموسم أو قبل نهاية الموسم إن شاء الله حيكون في ظهور أو مؤتمر صحفي لإعلان كافة ما توصل إليه الأمر، وهي إن شاء الله أخبار مفرحة للهلاليين بشكل عام. وهذا من الأشياء اللي كنا نشتغل عليها بشكل كبير في الموسم هذا، من أهم الأشياء اللي انشغلنا فيها. قناة الزعيم من ضمن الملف الاستثماري، يعني داخلة من ضمن الأشياء اللي هي تضم يعني يكون فيها مداخيل للنادي أيضا، ويكون فيها ثقل إعلامي للنادي يوازي أهمية. لن يكون هناك راعي واحد، سيكون هناك عدة رعاة. هذا الأمر سيوضح تفصيليا في نهاية. الإساءات ما عاد لها حد فعلا، يعني أنت الحين أي أحد يشتغل في العمل العام أصبح عرضة إلى كل أنواع الإساءات، مش بس في الرياضة، في أي مجال للعمل العام، والرياضة أكثر طبعا بحكم أنه يعني مو بالسقف، يعني سقف السفالة أصبح يعني في سفالة حقيقية في يعني أصبحت الأمور فيها سفالة لدرجة غير طبيعية. وأنا أتكلم من جميع الأطراف تجاه جميع الأطراف، لا أستثني أحدا، يعني لا أستثني مثلا لون أو مدرج. للأسف اللي نشوفه في تويتر الآن ونشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي، وينتقل أحيانا لبعض الصحف وينتقل أحيانا لبعض الصحف في عناوين أو في أشياء، وشفتم كلكم أحداث سابقة حصلت، وينتقل حتى لبعض البرامج التلفزيونية. شيء أصبح يعني فعلا يعني مؤسف لدرجة كبيرة، لدرجة أنه أنا أقول إحنا جربنا. في ناس تقول إحنا لو يعني أنا ما فقدنا الأمل ويأسنا إحنا من فراغ. جربنا أن إحنا نتخذ إجراءات ونرفع قضايا مع أكثر من محامي وأكثر من جهة. للأسف النتائج لا تشجع. في قضايا لها 3 سنين ما بت فيها، وفي أمور واضحة الإساءة فيها ما صار فيها ولا شيء. أنا أعتقد الأمر إذا استمر على كذا إحنا أخشى أن تحدث أمور لا تحمد عقباها، لأن الناس إذا استمرت الإساءات بشكل متوالي وما في أحد يحفظ لك حقك، يعني ما أدري الأمور وين ممكن توصل له. فأنا أتمنى من وزارة الإعلام أو الجهات الرسمية المختصة أنه يكون في عقوبات مغلظة لأي أحد يسيء إساءات خارجة عن الإطار. لو عوقب 1 ولا 2 ولا 3 على الإساءات الكبيرة لن تجد هذه الإساءات، ستختفي ستقل. والله ما في غموض. إصابة كواك اتضح أنها إصابة فعلا مزعجة، يعني بناء على أكثر من تقرير، تقرير الدكتور الكول وتقرير دكتور. الورم اللي في المشط القدم ما هو راضي يروح، يعني قاعد يتشافى ببطء شديد، فبالتالي وصلوا إلى مرحلة اتفقوا الرأيين أنه لابد يأخذ له راحة. أعتقد أنه المفروض أنه خلال 3 أسابيع إلى 4 أسابيع يكون جاهز. ما أعتقد أنه بحاجة تدخل جراحي لا، ولكن تذكرون أعتقد أنها إصابة زي نوعية الإصابة اللي كانت عند طارق التايب آخر سنة الأولى، الكسر الإجهادي اللي يسموه أو شيء زي كذا. فهذه إصابة بالعامية قشرة على ما يقولوا، يعني ما هي بإصابة سهلة، يعني هي إصابة ما هي بكبيرة، يعني ما هي مثلا لا قدر الله زي الرباط أو زي مثلا، ولكنها إصابة مزعجة وتشافيها بطيء، وهذا من سوء حظنا. يعني احنا لاعب أجنبي الفترة الشتوية كاملة ما استفدنا منه إلا مباراة وشوط. موسمه انتهى؟ لا ما أعتقد. أنا أعتقد أنه ممكن يكون موجود في وفقا للطبيب في مباراة ابتداء من أواسط من يعني ممكن يكون في الأهلي الأماراتي موجود، ممكن يكون أعتقد في مباراة الشباب في كأس الملك أعتقد ممكن يكون موجود. والله احنا ما عندنا مشكلة مع أستاذ أحمد عيد كشخص، وأنا بالمناسبة أحب يعني من الخطأ أن احنا نقول الاتحاد السعودي وأداؤه الاتحاد السعودي في عدة لجان، في لجان منا تؤدي عملها على أكمل وجه، مثلا لجنة الاحتراف، لجنة المسابقات،
أرى أنهم يؤدون عملهم بشكل ممتاز. احنا عندنا اعتراض في الهلال، وهذا اللي ما دعانا تحديدا للموافقة على الإنذار اللي قدم. عندنا اعتراض من السنة اللي فاتت على لجنة الحكام، ونرى أنه أدائها سيء جدا، وعندنا اعتراض أيضا على لجنة الأنظمة. فبالتالي من باب هالاعتراض على هاللجنتين تحديدا قدمنا الإنذار اللي احنا نرى أنه لا بد يكون في تغيير، لأنه من السنة اللي فاتت والسنة هذه كان في يعني مش مسألة أخطاء، لو كانت الأخطاء مثلا الأمر تجاوز الحد في ضعف هائل في أداء الحكام، وأثر على النتائج، أثر على النتائج وأثر على المنافسة، والجميع الفرق تضررت يعني، ولكن يعني التضرر ما كان بقدر متساوي. لو كان التضرر بقدر متساوي كان نقول المسألة يعني تقع في دائرة الأخطاء، ولكن لجنة الحكام أداءها السنتين اللي فاتت كان غير مرضي أبدا. من غير المنطقي أنه يكون أداء احترافي في كل شيء، وتجد لجنة الحكام والأمور اللي تضبط الأمور في الملعب وتجد الأداء بهالمستوى.